اختراعات مصرية قديمة غيرت العالم. لو هنتكلم عن الاختراعات المصرية القديمة، أول حاجة هتيجي في بالكم أبو الهول والأهرامات والمعابد، لكن لأ، مش دول. المصريين القدماء كان عندهم اختراعات تانية مهمة جدا وأثرت في البشرية لحد دلوقتي. عندك مثلا ميك اب العيون. المصريين القدماء اخترعوا مكياج العين من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، وده من خلال دمج حاجة اسمها السخام، هي اسمها كده، مع معدن اسمه غالينا، وكان الهدف ان هو يطلع معجون كده لونه اسود، وده عشان يبقى كحل يتحط جوه او بره العين، وده لحد دلوقتي البنات بيستخدموه، ولكن مع اختلاف المكونات طبعا. اللغة، نظام الكتابة المصري واللي احنا نعرفه لحد النهارده باسم الهيروغليفية، بيرجع تاريخه لحوالي 6000 سنة قبل الميلاد. ومع مرور الوقت استمر المصريين في الإبداع. المصريين القدماء كانوا مهتمين جدا بفكرة التواصل وإنهم يحكوا حكاياتهم للأجيال اللي بعدهم اللي هم احنا، وعلشان كده اخترعوا الهيروغليفية، وهي اللغة اللي كانت من قلب الطبيعة المصرية، زرع ونباتات وحيوانات، كل رمز فيهم بيشير لكلمة أو لحرف. واللغة دي من أقدم اللغات في العالم. عارف إيه كمان؟ ورق البردي. الصينيين هم اللي اخترعوا الورق بشكله الحالي المتعارف عليه من 105 سنة قبل الميلاد. لكن اللي ما تعرفوش إن المصريين اخترعوا بديل رائع للورق قبل الكلام ده كله ب5000 سنة لما استخدموا نبات البردي، وكان النبات ده بيكبر وبينمو في أماكن المستنقعات القريبة من نهر النيل، واستخدموه علشان صلب ومثالي ويتحمل الكتابة عليه، وبالفعل هو مستحمل وموجود لحد النهاردة. لحد النهاردة في برديات فرعونية عليها قصص وعقود واتفاقات وجواز وحكايات وأساطير من أكتر من 7000 سنة. ركز معايا في اللي جاية دي، التقويم، مش التقويم اللي بتلبسه في أسنانك ده، ركز معايا، أنا قصدي التقويم بتاع الشهور والسنين. زمان في مصر القديمة كان التقويم معتمد على أهم حاجة عند المصريين، يعني الفرق ما بين فترة الخير ووفرة الطعام وفترة المجاعة، وعشان يقدروا يحددوا بالظبط الفترة دي بتبقى امتى والفترة دي بتبقى امتى، هيحددوا الكلام ده بناء على فيضان النيل. اخترعوا التقويم ده علشان كان مرتبط بالمواسم والزراعة، وبالتالي التقسيم بقى 3 مواسم، الغمر والنمو والحصاد، ويبقى كل موسم في دول 4 شهور. حاجة بقى كمان اخترعوها تانية صغيرة، وهي النعناع لعلاج الأسنان والنفس النظيف. وبصراحة لازم كلنا نشكر قدماء المصريين لأنهم ابتكروا طريقة مميزة جدا لإخفاء الروائح اللي مش لطيفة، ويا ريت كل الناس دلوقتي تعمل بيها، ولحد دلوقتي مثلا كلنا بنستخدم الطريقة دي. عندك مثلا نعناع في اللبان اللي بالنعناع، ونعناع في معجون السنان، والموضوع ساعتها كان مرتبط جدا بصحة السنان لأنهم ما كانوش لسه يعرفوا يعني إيه دكتور أسنان، ولكن اخترعوا خلطة سحرية علشان يعالجوا اللثة، وعشان طبعا الروائح اللي مش لطيفة والكلام ده. والخلطة دي عبارة عن لبان ومر وقرفة. قولولي بقى في الكومنتات، تفتكروا ايه بنستخدمه في حياتنا اليومية ممكن يكون برضو اختراعات مصرية قديمة؟ وانتوا بتفكروا وبتكتبوا في الكومنتات اعملوا لايك وفولو وشير للفيديو ده.